في عالم الرياضة مش كل القصص بتتكتب على الملعب، ساعات بتبقى على المكاتب والعناوين الكبرى في الجرايد. كل توقيع بيبقى له صوت وصدى، لكن قليل لما توقيع يبقى زلزال. وده اللي حصل مع محمد عدلان، اللاعب اللي اختار انه يلعب لصالح الاهلي والزمالك في نفس الوقت. فيديو في اقل من ساعة بقى حديث البلد وملى العناوين، وبين حماس الجماهير وصراع الاندية لقى اللاعب نفسه في قلب العاصفة. أنا محمد عدلان، لاعب طلائع الجيش، وأنا رغبتي الأولى والأخيرة إن أنا ألعب في نادي الزمالك، وده حلمي بالنسبة لي طبعا، وليا الشرف إن أنا أكون في نادي الزمالك. القصة بدأت لما أعلن النادي الأهلي يوم 17/7 عن توقيع لاعب كرة اليد محمد عدلان مواليد 2006 لاعب طلائع الجيش في بيان رسمي. ولما نقول بيان رسمي ده معناه إنه نادي الأهلي حسم الموضوع وخلاص، كافة الأمور انتهت، يعني حتى ما فيش نية التراجع عن الصفقة. خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن التعاقد مع محمد عدلان لتدعيم شباب 2006 لكرة اليد بناء على طلب الجهاز الفني لكرة اليد. وأكد العوضي إن الأهلي أنهى إجراء التعاقد، لا معلش مرة كمان، أنهى إجراء التعاقد مع اللاعب الشاب محمد عدلان قادما من طلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد في ظل المنافسة على البطولات الحالية. وأشاد بموهبة اللاعب مؤكدا أنه صاحب قدرات فنية عالية وإضافة كبيرة للفريق. لكن بعد أيام قليلة نتفاجئ إن اللاعب نفسه محمد عدلان منزل فيديو على السوشيال ميديا بيقول فيه إنه رغبته الأولى والأخيرة إنه يلعب في نادي الزمالك، وده حلم بالنسبة له وشرف كبير. واخد بالك أنت إن ده كلام لاعب أعلن الأهلي عن ضمه رسميا. وبالمناسبة شيكابالا نشر الفيديو ده في ستوري انستجرام، ومن هنا الموضوع بقى محل نزاع وبقى بين 3 أطراف، هما الأهلي والزمالك واتحاد اليد. هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس اتحاد كرة اليد السابق بعد فيديو اللاعب وضح موقف الزمالك عبر برنامج الكورة مع فايق، وقال: احنا سلكنا الطرق السلمية في إجراء التعاقد مع اللاعب، وكلمنا طلائع الجيش وقلنا لهم عايزين محمد عدلان في اليد وإبراهيم هشام في السلة، ورحت أنا والكابتن حسين نبيب ورامي نصوحي وعملنا مفاوضات وقدمنا عرض مالي، وجالنا رد بعد فترة إن في موافقة على عرض نادي الزمالك وهيتم منح الاستغناء لينا. رامي نصوحي راح جهاز العقود عشان طلائع الجيش يوقع، واللاعب مضى هو ووالده بعد تنفيذ تعليمات طلائع الجيش، وبقى معانا التعاقد وفاضل نجهز الشيكات علشان ناخد الاستغناء. فوجئنا ان النادي اعتذر لنا وقالوا ان الاستغناء راح للاهلي ولا يجوز الاستغناء عن اللاعب الا برغبته. وتابع كلامه، ومن هنا جت المشكله ان الاهلي والزمالك محدش منهم معاه الشروط الكامله لانتقال اللاعب. الاهلي معاه الاستغناء بس ما فيش تعاقد او رغبه من اللاعب، والزمالك معاه تعاقد ورغبه من اللاعب بس ما فيش الاستغناء، والحكم في الموضوع هو رغبه اللاعب واللي بتقول انه عاوز يلعب للزمالك. والا كده انت بتقهر اللاعب يلعب معاك، وده بني ادم وعنده رغبه، ويعتبر ده ثروه موجوده لمنتخب مصر. وبالنسبه لرد الاهلي على فيديو اللاعب محمد عدلان كان بعض التصريحات، وهي: حصلنا على موافقه شفهيه من عدلان ووالده للانتقال للنادي الاهلي، وما كانش في اعتراض من جانبهم. والتفاوض مع طلائع الجيش كان على مدار 2 سنين، وده لأنه كان في رفض المبدأ رحيل اللاعب لأي نادي، والأهلي أرسل مخاطبات رسمية لنادي طلائع الجيش لضم عدلان، وبالفعل حصل الموافقة وتم إبلاغ اللاعب بإنهاء كافة الأمور مع نادي طلائع الجيش، واللاعب لم يبلغنا برفض اللاعب للأهلي قبل تصوير الفيديو اللي أعلن في رغبته في نادي الزمالك، ووالده أغلق هاتفه ولا يوجد تواصل معاه ولا مع اللاعب حاليا. هناخد الطرق القانونية للحفاظ على حقوقنا الأدبية والقانونية. أما بقى عن رد الاتحاد المصري لكرة اليد، أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد إنه لم تصل أي شكاوى من الأهلي والزمالك بشأن صفقة التعاقد مع محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لكرة اليد. وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: لابد من أن امتلاك الأوراق والمستندات الكاملة من الناديين للفصل في القضية. آراء المحللين اختلفت حول الموضوع، البعض شايف إن الأندية هي السبب زي رأي ميدو، وصرح على منصة إكس تويتر سابقا: إلى متى ستستمر التدخلات في توجيه اللاعبين لعدم الانضمام إلى الزمالك؟ الزمالك حصل على موافقة طلائع الجيش للتفاوض مع محمد عدلان المدافع الأيمن لفريق كرة اليد، وبالفعل تم توقيع العقود مع اللاعب، ووقع على رغبة الانضمام للزمالك، ووالده وقع على العقود لأن اللاعب كان قاصر وقتها وبصم على العقد. ثم تليفون من مسؤولي طلائع الجيش: احنا اسفين، الولد اتباع للنادي الاهلي. الموقف ده اتكرر في كل الالعاب في السنوات الماضيه مع انديه مختلفه وفي العاب مختلفه. وتابع
ما يحدث في مسألة توجيه اللاعبين للاعب للأهلي أصبح مستحيل السكوت عليه. عموما الولد لن يلعب إلا للزمالك إن شاء الله. البعض الآخر شايف إن اللاعب هو اللي غلط، لكن في النهاية اللاعب حط نفسه في وش المدفع. الخلاصة إن زي ما بيقولوا الزمالك دخل البيت من بابه، واخد الموافقة من طلائع الجيش، وراحوا تعاقدوا مع محمد عدلان برغبة منه وهو والده. وبعدين النادي قال لا يا جماعة معلش، الاستغناء عن اللاعب راح للأهلي. ومن ناحية تانية عدلان ماضي مع الأهلي 4 سنين، واخد الاستغناء، واللاعب قدامه اختيارين: لا إما ينفذ بنود عقده، لا إما هيتجمد ل4 سنين ويخرج من عند الأهلي ناسي كرة اليد. ويبقى هنا السؤال: لما الزمالك معاه التعاقد ليه ما خدش الاستغناء؟ والعكس صحيح، ليه اللاعب رحب بلعبه مع الأهلي ووافق هو والده لما هو من الأول عايز يلعب مع الزمالك وبيحبه قوي كده؟ ولحد دلوقتي يبقى الموضوع كما هو عليه، بس في كلام إن الأهلي ما عندوش اعتراض إن الزمالك ياخد اللاعب بشرط يدفع المبلغ اللي هيحدده باعتبار إنه لاعب لصفوف الأهلي. لحد دلوقتي الوضع القانوني متشابك بين اللاعب ونادي الزمالك والنادي الأهلي. التحقيقات لسه شغالة والجماهير مستنية تعرف الحقيقة. هل هتتغير قواعد التعاقدات في المستقبل؟ وإزاي اللاعب هيواجه الموقف ده؟ أسئلة كتيرة بدون إجابات. تابعونا على المستديرة علشان تعرفوا الإجابات وكل التفاصيل.